مرحبا جميع أصدقاء متابعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم الأربعاء اخترت 18 مقابلة. أول مباراة الدوري الدنماركي مرحلة بلاي أوف لتفادي النزول، اف سي كوبنهاغن يستقبل أودينسي. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: كوبنهاغن في الرتبة السابعة ب 38 نقطة، أودينسي في الرتبة الثامنة برصيد 37 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح أودينسي هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: أودينسي حقق 3 انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. آخر مباراة الانتصار أمام روندرز اف سي 3 مقابل هدف واحد داخل الميدان. كوبنهاغن آخر 5 مقابلات حقق الفريق 3 انتصارات، تعرض لخسارتين. آخر مباراة الانتصار أمام فيجيل خارج الميدان 4 أهداف مقابل هدف واحد. أفضل خيار للقاء: أرشح تسجيل أودينسي هدف أو أكثر في مرمى كوبنهاغن خارج الميدان. هذا هو أفضل خيار للقاء. المقابلة الثانية لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، باريس سان جيرمان يستقبل نونت. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 63 نقطة، نونت في الرتبة السابعة عشر ب20 نقطة. آخر مباراة جمعت الناديين انتهت لصالح باريس سان جيرمان هدف مقابل صفر خارج الديار. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: نونت حقق 3 تعادلات، تعرض لهزيمتين. آخر مباراة تعادل أمام داخل الميدان، هدف في كل شبكة. باريس سان جيرمان تعرض الفريق لهزيمة، حقق 4 انتصارات. آخر مباراة السقوط داخل الميدان أمام أولمبيك ليون، هدفين مقابل هدف واحد. أفضل احتمال للقاء: أرشح تسجيل باريس سان جيرمان هدفين أو أكثر في شباك نونت. هذا هو أفضل خيار للقاء. المباراة الثالثة الدوري المغربي، أولمبيك أسافي يستقبل نهضة الزمامرة. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: أسافي في الرتبة الرابعة عشر ب11 نقطة، نهضة الزمامرة في الرتبة الثالثة عشر ب13 نقطة، مناصفة مع اتحاد طنجة بنفس عدد النقاط. آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت لصالح أسفي هدفين مقابل صفر داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: نهضة الزمامرة حقق تعادلين، انتصار، تعرض لهزيمتين. آخر مباراة تعادل أمام القوات المسلحة 0 مقابل 0 داخل الميدان. أسفي حقق 4 تعادلات، انتصار. آخر مباراة تعادل في إياب الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والإقصاء من دور النصف داخل الميدان. أفضل احتمال للقاء: أرشح فوز أولمبيك أسفي أمام نهضة الزمامرة والحصول على ال3 نقاط لتفادي المراتب المؤدية إلى النزول مباشرة للقسم الثاني. هذا هو أفضل خيار: أسفي ينتصر داخل الميدان. مباراة الدوري الإسباني لا ليغا الجولة الثالثة والثلاثون، إلتشي يستقبل أتلتيكو مدريد. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: إلتشي يحتل الرتبة الثامنة عشر ب32 نقطة، أتلتيكو مدريد في الرتبة الرابعة برصيد 57 نقطة. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت متعادلة، هدف في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: فريق أتلتيكو مدريد تعرض ل4 هزائم، حقق انتصار. آخر مباراة الهزيمة في نهائي كأس ملك إسبانيا بركلة ترجيح أمام ريال سوسيداد وخسارة اللقب. فريق إلتشي حقق 3 انتصارات، تعرض لهزيمتين. آخر مباراة الانتصار أمام فالنسيا، هدف مقابل صفر داخل الميدان والحصول على ال3 نقاط. أفضل احتمال للقاء: بحكم الوضعية الصعبة لفريق إلتشي، أرشح انتصار النادي داخل الميدان والحصول على ال3 نقاط في مواجهة أتلتيكو مدريد. مباراة الدوري السويدي الدرجة الأولى الجولة الرابعة، إلفسبورغ يستقبل جورغاردن. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: إلفسبورغ في الرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، جورغاردن في الرتبة السابعة برصيد 6 نقاط، مناصفة مع هاماربي بنفس عدد النقاط.
آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح جورجاردن هدف مقابل صفر داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، جورجاردن تعرض لخسارة، حقق 4 انتصارات. آخر مباراة الهزيمة داخل الميدان أمام مالمو هدف مقابل صفر. فريق إلفسبيرغ حقق 4 انتصارات تعادل. آخر مباراة الانتصار أمام ديجر فورس هدف مقابل صفر خارج الميدان. أفضل توقع للقاء، أرشح فوز جورجاردن خارج الميدان أمام إلفسبيرغ والحصول على ال3 نقاط. مباراة هاماربي هالمستاد، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: هاماربي الرتبة السادسة ب6 نقاط، هالمستاد في الرتبة الثالثة عشر بنقطة وحيدة مناصفة مع غوتيبيرغ بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح هالمستاد هدف مقابل صفر داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، هالمستاد تعرض ل4 هزائم، حقق تعادل أخير أمام غوتيبيرغ هدف في كل شبكة. فريق هاماربي حقق 3 انتصارات، تعرض لخسارة مع تحقيق تعادل. آخر مباراة الانتصار بنتيجة عريضة أمام أورغريت 8 أهداف مقابل هدف واحد داخل الميدان. أفضل احتمال للقاء، أرشح بأن المقابلة ستشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر، أوفر 2.5. مقابلة أورغريت بروما بوشكارنا، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: أورغريت في الرتبة التاسعة ب4 نقاط مناصفة مع فاستيراس بنفس عدد النقاط. بروما بوشكارنا في الرتبة الثانية عشر برصيد نقطتين. آخر مقابلة جمعت الناديان انتهت لصالح بروما بوشكارنا 3-0 داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، بروما بوشكارنا تعرض الفريق لهزيمتين، حقق 3 تعادلات. آخر مباراة الهزيمة أمام جالبي خارج الميدان 3-0. أورغريت تعرض النادي لهزيمة، حقق 3 انتصارات تعادل. آخر مباراة السقوط أمام ماربي بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. أفضل توقع للقاء، أرشح تسجيل بروما بوشكارنا هدفين أو أكثر في شباك أورغريت خارج الديار. هذا هو أفضل خيار للقاء. مقابلة فاستيراس هاكن، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: فاستيراس في الرتبة الثامنة 4 نقاط مناصفة مع أورغريت بنفس عدد النقاط. هاكن في الرتبة الثانية برصيد 7 نقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح هاكن 4 مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، هاكن حقق 3 انتصارات تعادلين. آخر مباراة الانتصار أمام جيس داخل الديار هدفين مقابل هدف واحد. فاستيراس تعرض الفريق لهزيمة، حقق تعادلين انتصارين. آخر مباراة الهزيمة أمام سيرويس خارج الميدان 4 مقابل هدف واحد. أفضل احتمال للقاء، أوفر 2.5، أي اللقاء سيشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر. مباراة الدوري الجنوب إفريقي، لقاء مؤجل: ماميلودي سان داونز يستقبل ستيلينبوش، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: سان داونز في الرتبة الثانية برصيد 56 نقطة، ستيلينبوش في الرتبة التاسعة برصيد 31 نقطة. آخر مباراة جمعت الناديان انتهت لصالح سان داونز هدف مقابل صفر خارج الديار. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، ستيلينبوش حقق انتصارين تعادلين، تعرض لخسارة. آخر مباراة الانتصار أمام سيخوخون داخل الميدان 3 مقابل هدف واحد. سان داونز حقق الفريق 4 انتصارات، تعرض لخسارة. آخر مباراة الانتصار في دور النصف دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي هدف مقابل صفر، والتأهل للنهائي لمواجهة القوات المسلحة المغربية. أفضل خيار للقاء، أرشح فوز ماميلودي سان داونز في شوط المقابلة الأول أمام ستيلينبوش داخل الديار. هذا هو أفضل احتمال للقاء. مباراة الدوري الإسباني لا ليغا، ريال سوسيداد يستقبل خيطافي، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: سوسيداد في الرتبة السابعة 42 نقطة، خيطافي الرتبة الثامنة 41 نقطة مناصفة مع بيلباو بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح سوسيداد هدفين مقابل هدف واحد خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، خيطافي تعرض لخسارتين، حقق 3 انتصارات. آخر مباراة الهزيمة أمام ليفانتي خارج الديار هدف مقابل صفر. سوسيداد حقق النادي 3 انتصارات تعادل، تعرض لهزيمة. آخر مباراة الانتصار في نهائي كأس ملك إسبانيا
بركلة ترجيح أمام أتلتيكو مدريد وتحقيق اللقب. أفضل احتمال للقاء سوسيداد ختافي، أرشح فوز الفريق المدريدي ختافي خارج الميدان أمام الفريق الباسكي سوسيداد. هذا هو أفضل احتمال للمباراة. مقابلة نصف نهائي كأس ألمانيا، ليفركوزن في مواجهة بايرن ميونخ. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت متعادلة في البوندسليغا، هدف في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، بايرن ميونخ حقق 5 انتصارات، آخر أمام شتوتغارت 4-2 داخل الميدان. ليفركوزن تعرض النادي لهزيمتين، حقق انتصارين تعادل. آخر مباراة الهزيمة في البوندسليغا أمام أوكسبورغ، هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان. أفضل توقع للقاء، ورشح فوز بايرن ميونخ والتأهل لنهائي كأس ألمانيا على حساب باير ليفركوزن. مباراة الدوري الإنجليزي البريمير ليج، الجولة 34. بورنموث يستقبل ليدز يونايتد. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: بورنموث في الرتبة 9 48 نقطة مناصفة مع تشيلسي برانتفورد بنفس عدد النقاط. ليدز في الرتبة 15 برصيد 39 نقطة. آخر لقاء جمع الفريقين انتهى متعادل، هدفين في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، ليدز يونايتد حقق 3 انتصارات تعادلين. آخر مباراة الانتصار أمام وولفرهامبتون 3-0 داخل الميدان. بورنموث حقق الفريق انتصارين 3 تعادلات. آخر مباراة الانتصار أمام نيوكاسل، هدفين مقابل هدف واحد خارج الميدان. أفضل توقع للقاء، ورشح فوز بورنموث داخل الميدان أمام ليدز والحصول على 3 نقاط. مباراة بيرلي مانشستر سيتي، ترتيب الفريقين في جدول الدوري: بيرلي في الرتبة 19 ب20 نقطة، السيتي في الرتبة الثانية برصيد 67 نقطة. آخر مباراة جمعت الناديين انتهت لصالح السيتي 5 أهداف مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، مانشستر سيتي حقق 4 انتصارات، تعرض لهزيمة. آخر مباراة الانتصار أمام أرسنال، هدفين مقابل هدف واحد داخل الميدان. فريق بيرلي تعرض ل4 هزائم، حقق تعادل. آخر مباراة الهزيمة أمام نوتنغهام 4 مقابل هدف واحد خارج الميدان. أفضل توقع للقاء، ورشح فوز مانشستر سيتي في شوط اللقاء الثاني أمام بيرلي خارج الميدان. هذا هو أفضل خيار للقاء. مباراة كأس فرنسا دور النصف، ستراسبورغ يستقبل نيس. آخر مباراة جمعت الفريقين انتهت لصالح ستراسبورغ 3 مقابل هدف واحد داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، نيس حقق تعادلين، انتصار، تعرض لهزيمتين. آخر مباراة تعادل أمام ليل 0 مقابل 0 خارج الميدان. ستراسبورغ تعرض لهزيمتين، حقق 3 انتصارات. آخر مباراة الهزيمة أمام رين في الدوري 3-0 داخل الميدان. أفضل احتمال للقاء، أرشح فوز ستراسبورغ والتأهل للنهائي كأس فرنسا على حساب نيس. مباراة كأس إيطاليا دور النصف الإياب، أتلانتا بيرغامو يستقبل لاتسيو. لقاء الذهاب انتهى متعادل، هدفين في كل شبكة. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، لاتسيو حقق 3 انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. آخر مباراة الانتصار أمام نابولي في الدوري، هدفين مقابل 0 خارج الميدان. أتلانتا حقق النادي تعادل، انتصارين، تعرض لهزيمتين. آخر مباراة تعادل أمام روما خارج الميدان، هدف في كل شبكة. أفضل احتمال للقاء أن ينتهي الوقت الأصلي متعادل، أو ينتصر لاتسيو أمام أتلانتا في 90 دقيقة. هذا هو أفضل خيار للمباراة. مقابلة الدوري المغربي، القوات المسلحة نهضة بركان، لقاء مؤجل. ترتيب الفريقين في جدول الدوري: القوات المسلحة في الرتبة الثانية برصيد 30 نقطة مناصفة مع الرجاء الوداد بنفس عدد النقاط. بركان في الرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة مناصفة مع النادي المكناسي بنفس عدد النقاط. آخر مقابلة جمعت الفريقين انتهت لصالح بركان في إياب دوري أبطال إفريقيا دور النصف، هدف مقابل 0 والإقصاء على حساب
فريق القوات المسلحة المغربية. اللقاءات الخمس الأخيرة لفريق القوات المسلحة حقق النادي انتصارين تعادلين، تعرض لهزيمة آخر مباراة الهزيمة أمام بركان خارج الميدان هدف مقابل صفر. أفضل توقع للقاء: أرشح فوز القوات المسلحة داخل الميدان أمام بركان والحصول على 3 نقاط لاعتلاء صدارة الدوري المغربي. مباراة الدوري الإسباني لا ليغا الجولة 33، برشلونة يستقبل سيلتا. ترتيب الناديان في جدول الدوري: برشلونة في الصدارة برصيد 79 نقطة، سيلتا في الرتبة السادسة ب 44 نقطة. آخر مباراة جمعت الناديان انتهت لصالح برشلونة الذهاب 4-2 في الدوري خارج الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: سيلتا تعرض ل4 هزائم، حقق انتصار. آخر مباراة الهزيمة داخل الميدان أمام فرايبورغ 3-1 في الدوري الأوروبي. فريق برشلونة حقق 4 انتصارات، تعرض لخسارة. آخر مباراة الانتصار أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا نصف نهائي الإياب 2-1 خارج الميدان. أفضل توقع للقاء: أوفير 3، أي المباراة ستشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر. هذا هو أفضل احتمال للقاء. مباراة نصف نهائي كأس البرتغال لقاء الإياب: بورتو يستقبل سبورتينغ. لقاء الذهاب انتهى لصالح سبورتينغ هدف مقابل صفر داخل الميدان. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي: سبورتينغ تعرض لهزيمتين، حقق تعادل انتصارين. آخر مباراة الهزيمة في الدوري في ديربي لشبونة أمام بنفيكا 2-1 داخل الميدان. بورتو حقق النادي انتصارين تعادلين، تعرض لهزيمة. آخر مباراة الانتصار في الدوري أمام طونديلا 2-0 داخل الميدان. أفضل توقع للقاء: أرشح فوز بورتو داخل الميدان أمام سبورتينغ. هذا هو أفضل احتمال للقاء. بالنسبة لثلاث مقابلات الأكثر حظوظ في نجاح التوقع: أول مباراة باريس سان جيرمان، أرشح النادي بأنه سيسجل هدفين أو أكثر في شباك نونتش. نسبة نجاح الخيار بنسبة 85%. توقع الثاني: فوز ماميلودي سانداونز في شوط المقابلة الأول أمام ستيلينبوش داخل الميدان. نجاح التوقع بنسبة 75%. والتوقع الثالث من التوقعات الأكثر حظوظ في توقع النجاح: فوز بورتو أمام سبورتينغ في لقاء الإياب لنصف نهائي كأس البرتغال. توقع نجاح احتمال بنسبة 70%. هذا هم أفضل 3 توقعات الأكثر حظوظ في النجاح. ولكم حرية الاختيار من المقابلات، وحظ موفق للجميع في الأخير.